اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ نهاركم خير ونهار رزق وسعادة على قلوبكم. بنجعله يوم سعادة عليكم جميعا يا رب. النهارده يا حبايبي نعمل ايه؟ أكلة كده سريعة حلوة وخفيفة ومش مكلفة. هناخد حباوة التلاجة كده ونعملها في أكلة جميلة وصحية، ولو جبناها من بره غالية، لكن في بيتنا هنعملها مع بعض سهلة جدا، مش هتكلف كتير خالص علينا. من أي حاجة عندنا في التلاجة هنعملها، أي نوع موجود في التلاجة هيسد، وهتبقى أكلة خفيفة وشهية جدا. نبدأ مع بعض وبالهنا والشفا مقدما. بصوا يا حبايبي، دي الخميرة، دي خميرة بيرة مش بودرة، مش بودر. دي هحطها، هي بصوا شايفين حجمها كبيرة اهي. هحطها على 2 كيلو، 2 كيلو دقيق للبيتزا. بس لسه ما تفك عشان احط لها سكر وماء دافية مش دلوقتي، بس وريتها لكم طالعة في الفريزر دلوقتي. احنا حطينا حتة خميرة طلعناها من الفريزر، فكت. احنا عشان نضمن العيار تاني ونأكد على بعض العيار، يعني لو خميرة فكت زي كده وخدنا معلقة كده مليانة كده 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 حلوة للكيلو. الكيلو عليه معلقة زي دي سايبة، ده برضه في شوية تاني على الكيلو، يعني 2 كيلو كده، ده كيلو كويس. أو ورقتين كيسين الفورية، يعني يا ده معلقة من دي مليانة مكبوسة كده، يا كيسين الخميرة الفورية. ده للكيلو، أنا عاملة كده 2 كيلو، فعشان كده جايبة معلقتين. المعلقتين دول المفروض هحط عليهم معلقتين سكر، يعني انا هحط معلقتين هنا سكر، كل معلقه خميره عليها معلقه سكر كده اهي. معلقه سكر اهي، معلقه تانية. دول للخميره، ده الغذاء او الاكل النشاط، الاكل اللي بتاكل خميره عشان تتنشط عليه. يبقى احنا حطينا معلقتين خميره كبار ومعلقتين سكر، هنقلبهم مع بعض كده. الخميره والله بصراحه احسن حاجه الخميره الطبيعيه دي، الخميره البيضاء، بس ساعات بتزنق وبعمل التانية برضه، يعني مفيش مشكله. كده هنجيب ميه دافيه، حطيت عليها كده ميه دافيه واقلبها. هنقلبها وهنغطيها، مش هتقعد كتير عشان الخميره دي بسم الله ما شاء الله حلوه قوي. لو ما عندناش خميره دي نحط زي الخميره الطبيعيه. الكيلو عليه كيسين خميره. دي هنغطيها، هنقلبها ونغطيها ونسيبها، هنلاقيها رفعت. اول ما تبدا تتنشط هنبدا نعجن. دلوقتي هغطيها واما تخمر هوريها لكم. بصوا يا حبايبي، احنا كده جبنا 2 كيلو دقيق، حطينا معلقه مساح عليها، معلقه كبيره مساح. طبعا لو صغير، لو كيلو واحد هحط شويه صغيرين كده وخلاص. ده ملح هنحط عليهم دلوقتي، هنقلب كله مع بعضه. حطينا الملح، بعد كده هنبدا نلفهم كده مع بعض عشان الملح يتخلل في يلف على الايه، يعني يقف في كل دقيقه ما تبقاش حته مالحه وحته لا. عندنا ايه تاني؟ عندنا الخميره اللي احنا حطيناها في ميه اهي. الخميره طلعت اهي، اهي دي الخميره، الخميره البيره. هنحطها كده بسم الله الهادي. هنحط عليها شويه ميه على اساس برضو تاخد
بقى الخميرة برضو هنحط تاني شوية مية دول كده. هنحط كمان الزيت، هنا زيت يعني اقل من نص بشويه على الاتنين كيلو، يعني الكيلو يا دوب هحط له شويه صغيره كده. بعد كده المقادير دي كلها طبعا هيتحط ميه كمان. احنا دلوقتي عندنا العجينه بتختلف من يعني مش كل دقيق زي بعضه. هنحط كمان شويه ميه وهنعجن ونشوف، لان في عجين في دقيق بياخد ميه اكتر من دقيق، فاحنا الدقيق اللي بيحكمنا الدقيق، نوع الدقيق. يعني احنا هنعجن ونشوف هناخد ميه قد ايه، ونشوف العجينه، هي العجينه لا بتبقى طريه ولا بتبقى ناشفه، هنشوفها مع بعض. كده عايزه ميه تاني، طبعا لسه عايزه بس انا بعمل قليل عشان المكان الاناء مش واسع قوي. انا ماليه دي على فكره اهي، باخد منها رتل، انا عندي كده رتل بس خدت شويه زياده اللي هم في الخميره وفي كبيتهم الاول، يعني ما يجوش يجوا حوالي كوبايه. كده العجينه البيتزا دي عمالة على يعني مقصود البيتزا دي هي فطيره وبنلم فيها بواقي التلاجة، يعني بواقي البيت، الحاجات اللي في التلاجة كلها بواقي التلاجة بتعمل عجينة وتلم فيها كل بواقي التلاجة. بس بعد كده لانها بيكلفوها وتبدا بقى يعملوها بقى بيتزا ويعملوها اكله ويعملوها مصاريف قد كده، بتاع ده جبنه على ما اعرفش سوسيس ولا ما اعرفش ايه، وكل واحد ينوع شكل. هي مش عايزه كل ده، هي اساس البيتزا اساسها فطيره، العجينه نفسها هي الفطيره، بس العجينه هي الشغلانه هي كلها العجينه. يعني العجينه لما تعمل صح وتاخد مقاديرها صح والخميره بتاعتها صح خلاص، هي دي المقصوده. يعني تتحط كده مع اي حاجه تبقى خلاص تتاكل. لو حطينا شويه قوطه بس وشويه فلفل خلاص بتتاكل وطبعا تبقى حلوه، لانها اساسا البيتزا اساسها يعني بواقي فطيره ببواقي التلاجة. اي حاجات في التلاجة، بواقي اكل، بواقي سمك، بواقي لحمه، بواقي فراخ، اي شيء بيتحط عليها. عندنا شويه مخلل حطيناها عليها، حطينا شويه فيه زيتون حطيناها عليها، يعني مفيش مشكله خالص. بصوا انا هعجنها واخلصها واجي لكم عشان ما اطولش عليكم يا حبايبي. بصوا يا حبايبي العجينه اهي، بصوا ازاي دي حطينا عليها ميه قد ايه. انا جبت رتل زي الازاز دي مليانه ميه حطيتها جنبي، خدت منها وجبت ميه دافيه ملوا كوبايتين من الحجم ده، خدتهم في الخميره، خدت كوبايتين دول وفضل كوبايه، يعني جبت كوبايتين للخميره دافيه، دي فضلت كوبايه وخدت الرتل. يبقى انا دلوقتي عشان ما نتوهش من بعض انا خدت ايه، خدت رتل وكوبايه اللي هي كوبايه الشاي دي، رتل وكوبايه. مش لازم تاخد كل كوبايه على فكره، الكوبايه دي احتياطي قوي، يعني ما تبنيش عليها ان دي لازم تتحط، لا دي ممكن ما تحطيش خالص والعجينه تمشي كويسه معاكي، وممكن نصها، لان هي مش دي كله مش زي بعضه. يعني احنا نخلي اساسا عندنا رتل نتصرف فيه، ندفي منه شويه ونشوف هيكفي. العجينه مشيت معانا كويس الحمد لله مظبوطه تمام، خلاص ما كانش يبقى احنا هنبدا نحط رتل وكوبايه، بس غالبا مش هتختار كوبايه لان معظم الدقيق ما بياخدش الميه دي كلها. يعني الاساسي هو رتل ميه، ممكن رتل وشويه صغيرين ماشي، لكن كوبايه كامله ممكن يطرى منك. لان انا دي بصوا عامله ازاي، دي في الاول كنت كان ممكن تقول عليها طريه، بس مع اللت وكده بتاع، بس اللي مش كل يعني الناس لما من العجين، فهي هات رتل جنبك وشوفي ظبطي معاكي بالهداوه عشان ما تطراش العجينه منك. ولو فرضنا يعني الله لا قدر طلت منك شويه مفيش مشكله لان فيها خميره كويسه، لو طلت منك شويه حفن الدقيق في ايدك كده ولفيها حواليها واعجنيها تاني عادي، لت واعجني فيها هتندمج كلها مع بعض.
لان العجين مش زي بعضه، اوقات كتير قوي العجين يبقى ما ياخدش كتير، ما بيشربش ميه. انواع الدقيق مختلفه مش زي بعض. كده عجينتنا الحمد لله خلصت، اتعجنت على خير. يبقى فاضل معانا دلوقتي هنسيبها تخمر، ولما تخمر هوريها لكم يا حبايبي. وهنعمل تشكيله بانواع اي بواقي تلاجة نحط عليها اي حاجه في البيت. مش هنكلف نفسنا وهنقول ان احنا لازم نجيب حاجه مخصوص، لا، مش هنكلف نفسنا، هنعمل حاجات كلها من حاجات بواقي البيت. اما تخمر هجيلكم يا حبايبي اوريها لكم. بصوا يا حبايبي، ادي خمرت للمره الثانيه. يعني اول مره انا فضيت منها الهواء وسبتها، اول مره خدت نص ساعه يعني 35 دقيقه، سبتها تاني خدت تاني زيهم كده مرتين تخمر. يعني اول مره فضيت الهواء منها صفطت طلعت تاني. كده هنعملها ولسه هنخمرها تاني، هوريكم ازاي. دي اهي عجينه جميله جدا. الاساس البيتزا مش الحشو، اساسها العجينه. العجينه بتاعتها اللي عجنت صح وخدت حقها صح في الخمر ومقاديرها صح، خلاص كده هي دي اللي يهم في الموضوع كله العجينه. لان البيتزا مفيش اي حاجه ملتزمه، مش لازم حاجه معينه بيها. البيتزا اساسها اللي هو ان احنا نحط اي بواقي البيت، مفيش حاجه معينه بيها. كده هنبدا نشكلها. احنا حطينا في الصينيه سمنه اهي. في نوع يعني في ناس تاخد البيتزا دي وتحطها تفردها على دقيق، على اساس ان هي اساسها فطيره، تحطها على دقيق وممكن تتحط كده في الصينيه على طول. يعني كل واحد بيعملها بطريقه. يعني ممكن انا دلوقتي اخدها دي واحطها على دي وعلى طبليه وابططها، وممكن افردها كده في الصينيه ادهنها زيت وافردها. دي ماشيه ودي ماشيه. وفي ناس بتحبها تخينه، انا عن نفسي كنت زمان كنت بعملها تخينه بصراحه، كانت بتبقى عاليه قد كده. هبططها عشان ما اطولش عليكم وافردها وهجيلكم. كده احنا جبنا، هي لها طرق كتير نعمل خلطه، بس دي اسهل طريقه خلطه. شويه صلصه، شويه ملح كمون عليها، نزودها بسيط قوي بشويه ميه ونعمل نحطها كده. اسهل طريقه وعمليه ومش هتاخدش وقت وما تكلفش، يعني طريقه مش مكلفه وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص مننا. يعني احنا حطينا الصلصه كده اهو وزعناها. في ناس بتحب الصلصه كتير وفي ناس بتحبها قليله، كل واحد حسب ما هو بيحب الحاجه يحطها. احنا كده اوام اوام صلصه يعني اسهل طريقه بيتزا واسرع طريقه وكمان اوفر طريقه، مش مكلفه خالص. يعني الطريقه دي مش مكلفه خالص، ارخص طريقه. هنعمل ايه بعد كده؟ احنا عندنا دلوقتي قطعنا شويه فلفل اهو، حطينا شويه فلفل عليها جميل. اي طريقه مش هنرسم لوحه، زي ما تيجي شويه فلفل. دي الطريقه الاساس البيتزا، بواقي البيت وحطيها، المهم العجينه تتعجن صح وتخدم صح. كمان شويه قوطه مقطعه اي تقطيع، مستطيل مكعبات، المهم بشيل منها البذر ونقطعها بالطريقه دي اهي. اسهل طريقه للبيتزا. هكملها واجيلكم عشان ما اطولش عليكم. احنا حطينا كده الصلصه، فلفل، قوطه، زيتون، شويه بصل اخضر لو عندنا موجود احسن من التاني، احسن من البصل بتاع الطبيخ جميل جدا. شويه بصل اخضر، انا حطيت شويه في الاول قبل التصوير برضو بس عشان ما اطولش عليكم. المقصود يا جماعه البيتزا مش مقدور، المقصود نكلف نفسنا. البيتزا اساسها فطيره ولم بواقي البيت، بواقي التلاجة تتحط كلها فيها. كده البيتزا بتاعتنا جاهزه. انا دلوقتي ممكن اعمل ايه؟ ممكن احط عليها اي بقى لحوم لو عندي بقى سمك. انا عندي بصراحه بقى سمك بس طلعته بس ما فكش لسه، يكون في الفريزر ومستوي، ده مش مهم. هي كده البيتزا مش محتاجه حاجه، البيتزا بالخضار جميله جدا. هنسيبها دلوقتي تخمر تاني لتالت مره، هنغطيها ونسيبها تخمر وهنشوفها. انا مش هطول معاكم، مش هكمل الباقي كله معاكم عشان ما اطولش عليكم. هي العجينه اتعجنت مع بعض، البيتزا طريقتها اهي حطيناها. لو عندنا بواقي سمك هنحطها، عندنا بواقي فراخ هنحطها. اساس البيتزا ما نكلفش نفسنا يا جماعه،
مش عشان ان احنا دلوقتي عايزين ناكل حاجه نكلف نفسنا وساعتها ما نعملهاش عشان هتكلفنا، لا. اقل حاجه هي الدقيق، كيلو دقيق على حسب العيله، يعني حسب ما انتوا عايزين. هي دقيق وخميره وشويه زيت، خلاص خلص الكلام على كده، وميه اتعجنت وشويه ملح. اتعجنت عجينه حلوه جدا، يعني دي العجينه بتاعت دي تعملوا منها كذا حاجه. دي جميله جدا، العجينه دي حلوه جدا، عجينه ملبن، تعملوا منها اشكال كتير جدا، وهنعمل بعد كده اشكال مع بعض. بس المره دي انا قلت طريقه البيتزا سهله جدا اوريها. يعني الناس لسه هجيب جبنه موزاريلا، ولسه هجيب سلامي، ولسه مش هجيب ايه وايه، لا. البيتزا اساسها هي دي العجينه دي. بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. العجينه هي الاساس، عجينيها صح واخدميها صح، وامسكيها. لو مسكت البتاع دي عملتها فطيره وحطيت عليها شويه سمسم وشويه حبه البركه، وحطيت عليها اي حشو لعيالك هياكلوها، رققتيها زي الفطيره وحطيتي فيها حشو لعيالك هياكلوها. حاجات سهله. يعني دي طريقه البيتزا، اللي عايز بقى يعملها بكل شكل يعملها رقيقه، يعمل لها حروف سهله تعمل. لو عايزين حروف جوانب عاليه كده قولوا لي اعملها لكم. كل الاساس البيتزا هي العجينه، بعد كده اي حاجه هي اساس البيتزا بواقي التلاجة هتخمر، وهسويها وهوريها لكم حبايبي. بصوا يا حبايبي، دول 2 كيلو، ودي بسم الله ما شاء الله تخينه قوي. انا دول حلوين وسط، ودي اتخن. يعني لو عملتها رقيقه هتبقى اكتر من العدد ده. 2 كيلو دي وشويه خضار من بالتلاجة، شويه فلفل على شويه قوط على شويه زيتون على بصل اخضر، بقت اكله معتبره كاكل عيله من غير ما نكلف نفسنا. احنا لو رحنا جبنا البيتزا دي بس بالخضار دي من اي محل هتيجي المبلغ وقدره، هتطلع الميزانيه، هتضعف الميزانيه ومش هناكل ونشبع. لكن دول كده بال2 كيلو دي دول وشويه الخضار اللي بالتلاجة، كل دول بيبقى يعتبر سعر رمزي، احسبوا حق قد ايه بس، ويبقى كله حاجات في البيت. هتحسوا تاكلوا وتشبعوا ويفيد عندكم كمان. يعني مش طقه واحده، اكتر من طقه تاكلوها بيتزا وتشبعوا العيله كلها. زي الناس بتجيب واحده بتقسمها كله بياكل بيتزا وبيشبع. ما بالك بقى لما كنت عامله العدد ده كله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك وبالهنا والشفا لكل اللي ياكل وكل اللي يعمل حاجه وياكلها. دي بيتزا التوفير. وفري على قد ما تقدروا يا حبايبي، وفروا واعملوا حاجاتكم في بيتكم لعيالكم، حاجات نظيفه ومش مكلفه. بيتزا اساسها العجينه وبس، اللي عليها ده اي حاجه حطوها، لان هي اساسها عجينه وباقي التلاجة. هسويهم واوريهم لكم حبايبي. بصوا يا حبايبي، احنا عملنا دول ب2 كيلو، انا عاملاها حجمهم تخين. يعني دول ممكن كانوا يطلعوا بكيلو، وخليها رقيقه هتطلع نفس الكميه. يعني كنت رققتها شويه وخليتها حجم وسط، هتبقى برضو الكيلو هيطلع نفس الكميه، نفس العدد بتاع دول. بس دول بص بسم الله ما شاء الله عليه قد ايه، قربت على حرف الصينيه. دي برضو كله عالي، مش رقيق. يعني الحاجه معموله في بيتنا اوفر. لو احنا حسبنا 2 كيلو دقيق، او هنعمل كيلو، لو حسبناه سعره قد ايه، والسعر لو انا جبت واحده بس من بره قد اصغر واحده فيهم هنا هتتكلف مبلغ وقدره. غير بقى يقول لك مش عارفه دي الجامبو ودي معرفش الايه، واسامي كده غريبه على اساس كبار يعني. لكن احنا اللي عاملين احجام 100 بتتعملش، يمكن ما بتتباعش في المحلات، ولو اتباعت بتبقى برقم جامد بفلوس كتير. اعملوا حاجات سهله سهله جدا. طريقه البيتزا سهله جدا ومش مكلفه. مش مطلوب منكم يا حبايبي تحطوا حاجات معينه، مش مطلوب نحط سمك، نحط تونه، نحط، لا. اللي موجود في البيت نعجن العجينه ونخمرها ونديها حقها في الخمر، واللي موجود في البيت نحطه عليها، بتبقى طعمها جميل جدا. وبألف هنا وشفا لكل اللي يعمل بيتزا وياكلها كده بالهنا والشفا. دي وصفتنا النهارده، طريقه البيتزا. يلا جدعانوا، الحاجات السخنه دي بتبقى حلوه في الشتاء وبتشبع وخفيفه، ما بنحسش بقى مش زي الطبيخ والخضار والحاجات دي. على السعر، سعرها وفي نفس الوقت شغلها، وعلى المعده. اقول لكم حبايبي، اقول لكم الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين غانمين، امين يا رب العالمين.